فاتت عملنا ريفيو لاول ساعه مصريه، واللي بالمناسبه انا لسه بستخدمها لحد دلوقتي. خليني اوريك بقى اول سماعه مصريه، واللي بالمناسبه هي من شركه كاردو برضه. يلا بينا نعمل انبوكسنج. بيني وبينك انا ما كنتش بفكر اجرب سماعات تاني بعد ما اشتريت الايربودز برو 2، لحد ما لقيت شركه كاردو بتقول لي احنا منزلين سماعه البسها بس وهي تعزلك عن العالم كله. خلينا نجرب مع بعض. ده شكل الباكنج يا جماعه، ايه الجنون ده بجد. كاردو بودز. انا شامم ريحه تحدي قوي جدا بين الايربودز والسماعات الجديده من كاردو. عايز الناس تقول لي في الكومنتات لو عايزين يشوفوا حاجه مجنونه زي كده. بيجي منها اللون الاسود والابيض. عايز الناس تقول لي رايها الاسود والابيض احسن. شايفين الباكنج العظمه ده؟ فيها لزقه من هنا كمان، نايس. شهاده ضمان سنه كامله من كاردو. ده شكل السماعه يا جماعه، تقدر تفتحها بايد واحده بسهوله وتقفلها كمان. السماعه بيجي معاها اير تيبس والكيبل التايب سي كمان عشان تشحن. كاردو بادز زي ما انتم شايفين كده. دي ليها ابلكيشن تقدر تحمله كمان، نايس. ده انت ممكن كمان تتحكم نويز كانسليشن ولا امبيانت مود. انا عايز اقول لك السماعه دي لو ضاعت تقدر انت تلاقيها في فايند ايت اللي هنا دي، نايس. يا جماعه انا حاسس الصوت جاي من جوه دماغي مش من السماعه. انا لازم اجرب السماعه دي وقت اكتر لان الموضوع يستحق. استنى الريفيو مفصل ان شاء الله. وخليني بقى اقول لك ان